ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي بدأ إمامنا الجزري في سرد كما قال وكلها تجي. كلها يعني كل الكلمات الضائية في القرآن الكريم ستأتي الآن. فبدأ بقوله رحمه الله في الظعن، ونرى على اللوحة وذلك في قوله تعالى يوم ظعنكم في سورة النحل الآية 80. ظل جاءت في 24 موضعا، أولها وظللنا عليكم الغمام في البقرة الآية 57. الظهر جاءت في القرآن العظيم في موضعين، هما الظهيرة في سورة النور الآية 58، تظهرون سورة الروم الآية 18. عظم، عظم هنا من العظمة أيها الإخوة، وليست العظم، ليست العظم الذي هو تحت اللحم، العظم بمعنى العظمة. عظم جاءت في 113 موضعا، أولها عذاب عظيم في البقرة الآية 7. الحفظ جاءت في 44 موضعا في القرآن، أولها حافظوا على الصلوات البقرة الآية 238. أيقظ المقصود بها هي إشارة إلى قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود في الكهف الآية 18. لاحظتم كيف قال أيقظ مع أن الآية في القرآن أيقاظا، أيقاظا لا يعني لم يتأتى له في الشعر. إذن لما نتكلم عن كلمة أيقظ نقول إشارة إلى قوله، هكذا نقول إشارة، أي إن هذه الكلمة في الشعر إشارة إلى قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا. وأنظر، لاحظوا أنظر من الإنظار وهو التأخير وليس من النظر. أنظر جاءت في 19 موضعا، أولها ولا هم ينظرون في البقرة الآية 162. عظم، عظم هذه العظم الذي تحت اللحم في جسم الإنسان وغيره، جاءت في 15 موضعا، أولها وانظر إلى العظام البقرة 259. ظهر، هذه الظهر الذي هو ظهر الإنسان وظهر الدابة، جاءت في 16 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الآية 101 وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، فهذه ظهورهم بالضاء. اللفظي، اللفظي جاءت في موضع واحد، فقوله اللفظ إشارة إلى قوله تعالى في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.